السلام عليكم. ليه بنقول للناس تتبع نظام غذاء صحي مع العلاج؟ علشان ايه؟ علشان الاكل اللي مليان دهون بيعمل طبقة دهون على الكبد. طبقة الدهون على الكبد دي بقى خطورتها في ايه؟ انها بتقلل فيتامين د، هي السبب الرئيسي لقلة فيتامين د. كمان بتعمل بتنقص من الكالسيوم والمغنيسيوم اللي موجود في الجسم. كمية الكالسيوم اللي في الجسم المفروض الجسم بيستفيد بيها بتنزل كلها في الفضلات، فالجسم ما بيستفيدش بيها. وكمان ما فيش دي 3 عشان يشيله، اللي هو فيتامين دي عشان يشيله، فالجسم ما بيستفيدش بيه. يبقى احنا دلوقتي شويه دهون على الكبد قللت الفيتامين د، ضيعت لي الكالسيوم، ضيعت لي المغنيسيوم، عملت لي عسر هضم وعملت لي مشاكل. ده غير انها بتنقص من مستوى فيتامين كي. كمان الدهون على الكبد بتمنع امتصاص فيتامين كي 2، فبيسبب تصلب الشرايين. يبقى شوية دهون على الكبد عملت لي تصلب في الشرايين ونقص في الكالسيوم ونقص في المغنيسيوم ونقص في فيتامين د. ونرجع بعد كده نشتكي ونقول هو جالنا منين؟ ما احنا بتاكل بس بتاكل غلط. ارجوكم مع اي علاج اتبعوا نظام غذائي صحي، ويفضل العلاج دايما بالطب البديل افضل بكتير من العلاج الكيميائي، لانه بيظبط مستوى الجسم عموما وجميع انظمته مع بعضها. اشكركم واشوفكم في معلومة جديدة ان شاء الله.